في عالم الكورة في جايزة واحدة بتحدد انت الافضل ولا لا، البالون دور، الحلم اللي بيطارد كل لاعب. $2025 مش سنة عادية، لأنها أسماء كبيرة، موهوبين وشباب وأساطير لسه بيحافظوا على مكانهم. لكن مين الأقرب؟ مين اللي عنده الأرقام والبطولات والتأثير اللي يخليه يتوج بالبالون دور؟ خلينا نبدأ بالمرشح الأقوى، عثمان ديمبلي، اللاعب اللي اتقال عليه زمان إنه موهبة ضايعة وإن الإصابات هتدفن مستقبله. لكن في 2025 ديمبلي رجع كوحش، 33 هدف، 15 اسيست، مساهمة مباشرة في أكتر من 45 هدف لباريس سان جيرمان. مش بس كده، ديمبلي كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز باريس بالثلاثية، الدوري الفرنسي، الكاس، ودوري أبطال أوروبا. وفي دوري الأبطال تحديدا 12 اسيست، رقم ما عملوش أي لاعب فرنسي قبله. لو سألت أي محلل دلوقتي هيقولك إن ديمبلي هو الأقرب لرفع الكرة الذهبية. لكن في ظاهرة استثنائية هزت العالم، لامين يامال عنده 17 سنة بس بيتصرف جوه الملعب كأنه عنده خبرة 15 سنة. مع برشلونة يامال مش مجرد موهبة ناشئة، ده لاعب أساسي مع منتخب اسبانيا. العالم كله اتفرج على لاعب صغير بيقف قدام عمالقة وما بيخافش. الصحافة بتسميه اعظم صانع لعب في جيله، وخد فوز فردية كتير زي الجولدن بوي وافضل لاعب شاب في اوروبا. لو خد الكرة الذهبية دلوقتي هيبقى اصغر لاعب في التاريخ يعمل الانجاز ده. جمال مش مجرد منافس، ده اسم بيدخل التاريخ من اوسع ابوابه. ومن برشلونة برضو في اسم تاني مش بيتقال كفاية، رافينيا، اللاعب البرازيلي اللي كتير استهانوا بيه، بقى دلوقتي من اهم مفاتيح لعب البارسا. رافينيا عمل موسم استثنائي، اهداف حاسمة، اسيست مهم، ومستوى ثابت طول الموسم. وجوده ضمن المرشحين مش صدفة، لانه كان احد اعمدة نجاح برشلونة. يمكن مش هو الاوفر حظا، لكن الحصان الاسود دايما بيكون ليه كلمة في المنافسات الكبيرة. وطبعا مفيش سباق على الكرة الذهبية من غير اسم عربي، محمد صلاح. رغم ان ليفربول مر موسم صعب، لان صلاح فضل ثابت، اهداف، تمريرات، تقسيم مباشر في كل مباراة. صلاح اثبت انه لسه من اعظم لاعبي الدوري الانجليزي، ولسه بيكتب تاريخ كبير. يمكن فرصته السنة دي مش بنفس قوة ديمبلي او يامال، لكن وجوده بين المرشحين تأكيد انه لسه اسطورة عايشة وسط الكبار. لو بصينا على التوقعات هنلاقي ديمبلي في الصدارة، يامال وراه على طول، رافينيا وصلاح في المركز الثالث والرابع. لكن الكرة الذهبية مش دايما بتروح للأرقام بتقول عليه، أوقات بتروح للي لمس القلوب أو للي عمل اللحظة اللي محدش بينساها. 2025 هي سنة المفاجآت، ممكن نلاقي بطل جديد توج بلقب الأفضل في العالم. دلوقتي السؤال ليكم، انت شايف مين الأحق بالبالون دور 2025؟ ديمبلي اللي رجع من بعيد، يامال المعجزة الصغيرة، رافينيا الحصان الأسود، ولا محمد صلاح أسطورتنا العربية؟ برأيكم في الكومنتات، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان المعركة دي لسه في بدايتها.